السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة ومهمة جدا، وهنتناول فيها الجزء التاني من أدوية الضغط، وإيه هي أهم المواد الفعالة الخاصة بخفض ضغط الدم. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. هنبتدي بأول عيلة معانا، وهي عيلة الأنجيوتنسين كونفرتنج إنزيم انهبيتورز. والعيلة دي بتعمل على تقليل ضغط الدم عن طريق إنها بتعمل ريلاكس للأوردة والشرايين، وده لأنها بتمنع عمل الإنزيم عن إنه يكون مادة الأنجيوتنسين 2 اللي بتكون مسؤولة عن تضييق الأوعية الدموية وكمان رفع ضغط الدم. وطبعا العيلة دي بتتوصف بأمر الطبيب المتخصص بس. أول مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي الكابتوبريل، ودي بتنزل بتركيزات 12.5 مللي جرام و25 مللي جرام و50 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأنجيوبريس، الكابوتين، الكابوتريل، الهايبوبريس. ودي جرعتها بتكون 25 مللي جرام كل 12 ساعة يوميا إلى 8 ساعات يوميا، لكن طبعا بتكون بأمر الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الإينالابريل، ودي بتنزل بتركيزات 5 مللي جرام و10 مللي جرام و20 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأكابريل، الإينالابريل، والإيزابريل، والبريس، والبريس لايت. ودي جرعتها بتكون من 2.5 مللي جرام إلى 5 مللي جرام يوميا، وممكن تزيد عن كده، لكن طبعا بتكون بأمر الطبيب المختص بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الفوزينوبريل، ودي بتنزل بتركيزات 10 مللي جرام و20 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي المونوبريل، ودي جرعتها بتكون 10 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الليزينوبريل، ودي بتنزل بتركيزات 5 مللي جرام و10 مللي جرام و20 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الليزينوبريل، الليزوبريل، الماكسيبريل، والسينوبريل، والزيستريل. وجرعتها بتكون 10 مللي جرام يوميا، وممكن تزيد أو تقل عن كده، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الموكسيبريل، ودي بتنزل بتركيزات 7.5 مللي جرام 15 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي المينوتنزول والبريموكس، ودي جرعتها بتكون من 7.5 مللي جرام إلى 30 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البريندوبريل، ودي بتنزل بتركيزات 2 مللي جرام و4 مللي جرام و8 مللي جرام و5 مللي جرام و10 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منه هي الأدويبريل، الكوفارسيل، النورمافاستين، والبروتكتوبريل. وجرعتها بتكون من 4 مللي جرام إلى 8 مللي جرام يوميا، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الراميبريل، ودي بتنزل بتركيزات 1 وربع، 2.5 مللي جرام، 5 مللي جرام، و10 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الراميبريل، الراميتاك، الرامبيكاردين، والرايت ايس، والترايتيس. وجرعتها بتكون 2.5 مللي جرام يوميا، وممكن تزيد أو تقل عن كده، لكن طبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج. خد بالك بقى إن في بعض الشركات بتحط مع عيلة الإيس إنهبيتورز عيلة السيازايد ديوريتكس اللي تبع مدرات البول، وخصوصا مادة الهيدروكلوروسيازايد، زي مثلا إنهم بيحطوا مادة الكابتوبريل مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيز 50/25. وهتلاقيها في أدوية زي الأنجوبريسكومب، الكابوجيد اتش، الكابوزايد، الكابتوبريل اتش، والفاركوبريل بلس، والهايبوبريس دي. ودي جرعتها بتكون بأمر الطبيب المتخصص بس. أو إنهم مثلا يحطوا مادة الكابتوبريل مع مادة الإندابامايد، ودي بتنزل بتركيز 50/2.5. وهتلاقيها في دواء واحد بس وهو النورماتين، ودي جرعتها طبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. أو مثلا إنهم يحطوا مادة الإنالابريل مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيزات 10/12.5 و20/12.5.
وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي كورينيتك والكومبيبريس والإينالازايد والإيزابريل والسايبريل والسيازوبريل، وجرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. وكمان ممكن يحطوا مادة الفوزينوبريل مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيزات 10/12.5 و20/12.5. وأهم الأدوية الموجودة منها هي المونوزايد، وجرعتها بتكون بأمر الطبيب المعالج بس. وكمان ممكن تلاقي محطوط مادة الليزينوبريل مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيزات 20/12.5. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الليزيتنس، سينوبريلكو، الزيستوريتك، وجرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. أو ممكن برضو يحطوا مادة الموكسبريل مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيز 15/25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البريموكس بلس، وجرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. وكمان ممكن تلاقي مادة البريندوبريل محطوطة مع مادة الإندابومايد، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 5/1.25 و10/2.5 و2/625 و4/1.25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البايبريتريكس والكوفرسيل بلس والبريتريكس والبروتكتوبريل بلس، ودي جرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. وممكن برضو تلاقي مادة الراميبريل محطوطة مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل بتركيزات 2.5/12.5 و5/12.5 و5/25 و10/12.5 و10/25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الأفيفا بريل، الراميبريل كومب، الرايت ايس كومب، والترايتيس كومب، وجرعتها بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. وبكده نكون لخصنا أهم الأصناف الخاصة بعيلة الACE inhibitors، وخلينا بقى ننتقل لعيلة تانية وهي عيلة الأنجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز. والعيلة دي بتعمل على خفض ضغط الدم عن طريق إنها بتقفل الريسبتورز الخاصة بالأنجيوتنسين 2 اللي بتكون موجودة في الأوعية الدموية، وده بدوره بيؤدي إلى حصول توسع للأوعية الدموية، وبكده هيقل الضغط عليها. وطبعا وصفها بيكون بأمر الطبيب المعالج بس. أول مادة فعالة معانا وهي الكانديزارتان، ودي بتنزل بتركيزات 4 مللي جرام و8 مللي جرام و16 مللي جرام و32 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق هي الألبوستكس، الأتاكاند، البلوبريس، الكانديلكان، الكاندي بلوك، الكاندي بريزن، الكانديزار، والجلوباكاند، ودي جرعتها بتكون 16 مللي جرام يوميا، وممكن تزيد أو تقل عن كده، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. المادة اللي بعد كده وهي الإبروزارتان، ودي بتنزل بتركيز 400 مللي جرام و600 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي التيفيتين، وجرعتها بتكون من 400 مللي جرام إلى 800 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت الإشراف الطبي. المادة اللي بعد كده وهي الإربيزارتان، ودي بتنزل بتركيزات 75 مللي جرام و150 مللي جرام و300 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأبروفيل، الإربيدرين، الإربيزارتان، والإربيتان، والكانزارتان، والسارتاليس، والإكستنشن، وجرعتها بتكون من 150 مللي جرام إلى 300 مللي جرام يوميا، وبيكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي اللوزرتان، ودي بتنزل بتركيزات 25 مللي جرام، 50 مللي جرام، و100 مللي جرام. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي الأموسار، الكوزار، الكانزار، واللوسار، واللوسار ميفا، واللوزرتان، واللوستابريزن، واللوزابريس، والريمتوزار، وجرعتها بتكون من 50 مللي جرام إلى 100 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي التلميزارتان،
ودي بتنزل بتركيزات 40 مللي جرام و80 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البايوكاردس، التشارتوريج، والليمزيزارت، والمايوكاردس. ودي جرعتها بتكون 40 مللي جرام يوميا، وممكن تزيد أو تقل عن كده، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. المادة اللي بعد كده وهي الفالزرتان، ودي بتنزل بتركيزات 40 مللي جرام، 80 مللي جرام، و160 مللي جرام، و320 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأدوفالزار، الديزرتان، الإيديزرتان، البريسفال، التارج، الفالزرتان، والفازوتك. ودي جرعتها بتكون من 80 مللي جرام إلى 320 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الأولميزارتان، ودي بتنزل بتركيزات 10 مللي جرام، و20 مللي جرام، و40 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأنجيوزارتان، الإريستابكس، الليسبرج، والنورميزار، والفيكوفاريتك. وجرعتها بتكون من 20 مللي جرام إلى 40 مللي جرام يوميا، وبتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. خد بالك بقى إن ممكن عيلة الأنجيوتنسين 2 ريسبتورز بلوكر تتحط مع عيلة السازايد ديوريتكس، زي مثلا إنهم يحطوا مادة الكانزرتان مع مادة الهيدروكلوروسازايد. ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 8 على 12 ونص، 16 على 12 ونص، و32 على 12 ونص، و32 على 25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الألبوستكس دي، الأتاكاند بلس، البلو بريس بلس، الجيوكوند بلس، والساركوزايد. وطبعا جرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج بس. أو إنهم مثلا يحطوا مادة الإبروزارتان مع مادة الهيدروكلوروسازايد، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 600 على 12 ونص، و600 على 25. وأهم الأدوية الموجودة منها في السوق هي التيفيتين بلس، وجرعتها بتكون بوصف الطبيب المعالج. أو إنهم يحطوا مادة الإربيزارتان مع مادة الهيدروكلوروسازايد، ودي هتلاقيها بتنزل بتركيزات 150 على 12 ونص، و300 على 12 ونص، و300 على 25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الكو إربيزارتان، والكو أبروفيل، والإربيدرين ديو، والإربيزايد، والإربيفاسك بلس، والكانزرتان بلس، والفيزيدان، والإكستنشن بلس. وجرعتها بتكون على حسب وصف الطبيب المتخصص بس. كمان هتلاقي مادة اللوزرتان محطوطة مع مادة الهيدروكلوروسازايد، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 50 على 12 ونص، و100 على 12 ونص، و100 على 25. وأهم الأدوية اللي بتنزل في السوق منها هي الأموسارفورت، الفورتزار، الهيزرتان، الهيزار، كانزار اتش، اللوزار بلس، اللوزازايد، والمودازار، والريمتوزار دي. وجرعتها بتكون بأمر الطبيب المعالج بس. وممكن تلاقي برضو محطوط مادة التلميزرتان مع مادة الهيدروكلوروسازايد، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 40 على 12 ونص، و80 على 12 ونص، و80 على 25. وأهم الأدوية اللي بتنزل منها هي المايكارتس بلس، وجرعتها بتكون بإشراف الطبيب المعالج بس. وبرضه هتلاقي مادة الفالزرتان محطوطة مع مادة الهيدروكلوروسازايد، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 80 على 12 ونص، و160 على 12 ونص، و160 على 25، و320 على 12 ونص، و320 على 25. وأهم الأدوية اللي بتنزل منها في السوق هي الأدوي فالزاركو، الكودايوفان، الكوتارج، الكوفازوتيك، الديزرتانكو، والبريسفال بلس، والسارا بلوك، والفالستينس بلس. وجرعتها بتكون بأمر الطبيب المعالج بس.
كمان برضو هتلاقي مادة الأولميزارتان محطوطة مع مادة الهيدروكلوروثيازايد، وهتلاقيها بتنزل بتركيزات 20/12.5 و20/25 و40/12.5 و40/25. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الأنجوزارتان بلس والإيرستابيكس بلس والأولميسبرينوفا والفيكوفاريتك بلس، وجرعتها بتكون بأمر الطبيب المتخصص بس. وبكده نكون لخصنا الجزء التاني من أدوية الضغط، وإن شاء الله أول ما نخلص الجزء التالت هننزله على طول. وياريت لو الحلقة دي عجبتك إنك تشيرها لكل زمايلك عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا في تدريبهم الصيدلي. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.